السلطان حامد بياخد طار صابر والفرنسيين بيقرروا إعدام شيخ البلد. بدأت النهاردة الحلقة الخامسة من مسلسل سر الباتع بجنازة صابر اللي هو هشام الغخ، واستعياض حامد اللي هو أحمد السعدني، وناجي والشيخ سليم وأهل البلد كلهم، وده بعد ما اتقتل على إيد الفرنسيين. قرر السلطان حامد اللي هو أحمد السعدني إنه ياخد الطار من اللي قتل صابر، وبالفعل اجتمع مع أهل البلد وشيخ البلد وقرروا الاعتصام قصاد الفرنسيين والمطالبة بالطار. وبعد هتافات قرر الجنرال الحملة الفرنسية مقابلتهم وحل الأزمة، ووعدهم بأن اللي قتل صابر هياخد جزاؤه بالقانون. ولكن حامد صر على موقفه إن هو ياخد الطار بنفسه، وأكد على إن اللي اتقتل لازم يتقتل. ولكن اعترض الجنرال على إصرار حامد وتمسكه بالقتل، وطرد الفلاحين من قصره. واجتمع حامد بأصدقائه من الفلاحين وقرروا الهجوم على 3 جنود من الفرنسيين، وأخذ طار صابر. وبالفعل قتل حامد اللي هو أحمد السعدني بعض من جنود الفرنسيين، وانتشر الخبر في جميع أنحاء البلد. وقرر الجنرال القبض على شيخ البلد وإعدامه اللي هو خالد الصاوي. والفلاحين قعدوا يصرخوا مع بنت صفية اللي هي حنان مطوع. وأكد الجنرال الفرنسي إن هو هينفذ حكم الإعدام في شيخ البلد لو ما سلمش القاتل نفسه في أسرع وقت. وانتهت الحلقة الخامسة النهاردة من مسلسل سر الباتع مع محاولات الشاب حامد اللي هو أحمد فهمي في فك لغز بقية خطاب العالم الفرنسي اللي هو حسين فهمي اللي لقاها تحت مقام السلطان حامد. وفي نفس الوقت بتحاول رانيا التومي فك خطاب تاني لقته عندها أمل في العثور على كنز المدفون تحت أحد مقامات السلطان حامد. فهل هيقدر حامد اللي هو أحمد فهمي إن هو يوصل للكنز والقصة كاملة أولا ولا لأ؟ هنشوف ده وهنعرف ده في باقي تفاصيل الحلقات.